صباح الخير، صباح الورد، يسعد أوقاتكن يا رب. كيفكن؟ شو أخباركن؟ هذا الفيديو بعد زمان، بعد غيبة طويلة، فرجعت إن شاء الله يا رب هيك يعجبكن الفيديو. إلي فترة طويلة ما صورت ولا نزلت فيديوهات، فاشتقت للقناة، اشتقت للتصوير وللتسجيل، فإن شاء الله يا رب هلا رجعت، وإن شاء الله ما بقطع هالقطعات الطويلة لأن اشتقت للتصوير وللتسجيل من جديد. فإن شاء الله يا رب هيك يكون الأيامات الجاي فيها فيديوهات حلوة وتنال إعجابكن. وبدي أقول أهلا وسهلا بكل المشتركين الجداد اللي انضموا للقناة من جديد، فنورتوا القناة وأهلا وسهلا فيكن. وهيدي هون جوزي الصبح بكير راح يوصل بنتي على المدرسة، فما كان جاي على بالنا نفطر، فقلت هيك نعمل فنجانين قهوة لأنه إلنا زمان كتير ما شربنا قهوة أنا وجوزي مع بعض. يعني أنا صايرة قليل كتير لأشرب قهوة، ما عاد مثل زمان، فقلت فرصة إنه نشرب فنجانين قهوة أنا وجوزي لأنه كان عندي شغل كتير بهذا النهار. هذا اللبان كتير كانت ريحته حلوة، عطتني بنت حماي على ريحة الورد، هيك ريحة الورد، فكتير كتير ريحته حلوة. أنا وعم سجل الفيديو فصوت العصافير برا كتير حلو ما شاء الله، فقلت خلص بدي خلي التسجيل مفتوح حتى لو ما كنت عم بحكي أثناء الفيديو، علشان صوت العصافير وهيك ما شاء الله كتير حلو. هيدي الأيامات عنا يعني بدأ الجو يصير حلو هيك، بداية الشتاء، بس هو الشتاء الخفيف، يعني الشتوية الخفيفة الحلوة، خرج الرحلات والقعدات برا وهيك. يعني اللي بيعرف دول الخليج عايش فيها بيعرف انه ما في عندهم الشتوية القوية، فكتير الجو حلو هيك. يعني صار نقدر نفتح شباك، نقدر نقعد برا، نروح حديقة، نروح البحر، فهيدي الأيامات كتير كتير الجو حلو ولطيف برا. طبعا فنجان القهوة ما بيكمل إذا ما كبينا نصه، دائما لما بساوي قهوة لازم أكب نص الركوة برا الفناجين، بس ما مشكلة. فهيك كانت قهوتنا جاهزة، وكان جوزي وصل فقعدنا شربناها، وبعدين يعني قمنا عشان كل واحد شو في عنده شغل. مثل ما خبرتكم كان في كتير شغل هذا النهار. وهي هون بدينا بالجد. كان جاي عبالي كتير المحشي ملفوف، يعني كان إلي هيك فترة خاطرة على بالي هالأكلة ومشتهية عليها، فقلت خلص يعني اليوم بدي ساويها. فعملت ملفوف، بما اني انا يعني الوحيد اللي بالبيت اللي بحب محشي الملفوف، عملت ملفوف لإلي وعملت للعيلة كوسة محشي، بس بصراحة طلعوا كتير طيبين. فقطعت الملفوفة وسلقتها، بعدين غسلتها بمي باردة يعني علشان ما الورقة تهتر زيادة، فحطيتها يعني هيك بمي سخنة، سلقتها بمي سخنة ودغري شلتها من المي السخنة وحطيتها في مي باردة.
عن جد المحشي كل ما كترنا له الفلفل الأسود والثوم والنعناع بيطلع ولا في أطيب منه. يعني أنا ما بحط غير هيدول البهارات، فلفل أسود ونعناع ناشف وثوم. في ناس بتحط كمون، عصفر هيك، أنا ما حبيت. بس جربت حط يعني البندورة أطحنها أو أبرشها شوية خشنة وبحطها مع الخلطة، فبتطلع حلوة مع زيت هيك، بتطلع الرز مفلفل ما إنه ماسك وجامد. فكمان الطريقة كتير حلوة وعطى طعم كتير طيبة. هيدي تقريبا شي تاني أو تالت مرة بجربها، فكتير طيب. حتى أنا شفت في ناس بفلفلوا الرز واللحمة قبل ما يحشوه، بصراحة يعني ما حبيتها. يعني احنا متعودين هيك من لما كنا في بيت أهلي إنه الرز واللحمة نيين نحشيهن، بس مع البندورة طلع كتير طيبة، وطلع الرز مفلفل يعني ما ماسك مع بعض مع اللحمة. فجربوها للطريقة كتير حلوة.
هذا الأكل هون كان خلص صار جاهز، ومع الأسف برد شوي حتى، يعني بين ما وصلت عهد وهيك فشوي برد. أنا بحب المحاشي يعني ينطفى النار عنا ودغري تنسكب وتتاكل، بس نطرنا لحد ما عهد رجعت البيت، فحطينا وتغدينا والحمد لله رب العالمين. هلا نحنا من كم يوم ماخدين صفايات عشان التنجيد. عندي صفايات الصالون بدون تنجيد، فكنا مودينهم لهم تقريبا شي 4-5 أيام. فبعد الغدا حكيوا مع جوزي انه خلص صاروا جاهزين وحيجيبوهن. عم فرجيكم هي هون يعني قبل ما يجوا هيك، حتى يعني كنت لسه ماني منظفة الصالون، يمكن هيدي قبلها بالنهار كنت مصورته يعني قبل ما انظف الصالون، فما صار عندي مجال اصور انا وعم نظفه هيك. فلاني غيرت شوي شكله، حتى ما صورته كيف كان كنت مرتبته قبل وكيف رجعت ساويته، وما كتير فرق، بس غيرت الطاولات وهيك. بس طلع كتير حلو الحمد لله، بعد التنجيد كأنه جايبينه جديد. هاي هون اخدت المفارش تبوت الطاولات علشان اغسلهن، وهي هون لما جابوا الصوفيات ووصلون فحطيتن، ما غيرت فيهن غير يعني هيك شي بسيط. هيدول الطاولات كانوا موجودين من الناحية التانية، وهون كان بدالن الازاز، هيدول خشب، فبس هيدول اللي غيرتن. وشوية هيك الصوفيات يعني اتجاهن شوية هيك غيرت فيهن، فكانوا حلوين يعني طلعوا حلوين، حتى لو تغيير بسيط
بس بيبقى حلو. طبعا الصالون ما خلصته كامل لأنه لسه كمان فيه شغل، يعني كنت لسه بدي اشتغل فيه، بس يعني زبطت الصفايات وهيك قسم الجلسة محل السفرة وهيك كنت لسه بعد مني عاملته. بس كتير يعني كان حلو، حسيت انه صار في تغيير بشكل الصالون. وهون بالسهرة قلت خلص بعد ما نيم عهد بدي اقعد اتفرج على المسلسل على رواق. فدخلت غرفتي لقيت سلة الغسيل ناطرتني، فنسيت المسلسل يعني بس غيرت العهد ونيمت حطيتها بتختها وقلت خليني ارتب اطبق الثياب. فقعدت هيك تسليت فيهم بالسهرة. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى يا رب يكون عجبكم، وإن شاء الله بشوفكم بفيديو جديد. مع السلامة.